في ناس كتيرة جدا عايزين يدخلوا مجال الداتا، سواء داتا اناليست او داتا ساينتست، بس في نفس الوقت عندهم مشكلة في تفرقة ما بين الاتنين. ايه اللي الداتا اناليست بيعمله وايه اللي الداتا ساينتست بيعمله. في الفيديو دوت هشرح كل حاجة ليها علاقة بالداتا ساينتست والداتا اناليست. ازيكم، ايه الاخبار؟ اهلا بيكم في اول فيديو في الشانل بتاعتي، واللي زي ما قلت هتكلم فيها عن الفرق ما بين الداتا ساينتست والداتا اناليست. بس انا حابب اول حاجة ان انا اعرفكم عن نفسي قبل ما نبدأ نتكلم عن الفرق ما بين الداتا ساينتست والداتا اناليست. انا مين وبشتغل ايه؟ طيب انا اسمي معتز، عايش هنا هوت في امريكا. شغال داتا اناليست بقالي 3 سنين ونص، واول لما جيت هنا امريكا خدت ماجستير في البيزنس اناليتكس والداتا ساينس. يعني انا بمعنى اصح بقالي 3 سنين او 4 سنين في المجال بتاع الداتا ده في العموم. نرجع للهدف بتاع الفيديو بتاعنا، وهو المقارنه ما بين الداتا ساينس والداتا اناليست في 4 حاجات. اول حاجه هنتكلم عنها ايه طبيعه الشغل، وهنتكلم عن المهارات والمؤهلات المطلوبه وفرق المرتبات، وفي الاخر خالص هنقول الخلاصه عن ايه اللي انت محتاجه عشان تدخل المجال دوت لو انت حابب تدخل مجال الداتا في العموم. طيب ايه هو الداتا ساينتست، او بمعنى ايه هو عالم البيانات؟ باختصار شديد هو عبارة عن شخص يقدر بيستخدم الداتا او البيانات الموجودة في الشركة عن طريق ان هو يقدر يتوقع ايه اللي ممكن يحصل في المستقبل باستخدامه للداتا ديت. لو افترضنا ان محل لبس كبير زي مثلا H&M عايز يتوقع حجم عدد العملاء وحجم عدد الارباح بتاعه هيبقى عامل ازاي، وهنا يجي دور الداتا ساينتست اللي هو عالم البيانات. اول حاجه بيعملها بيجمع الداتا اللي موجوده لاخر 10 او 15 سنه، يبدا ينظم الداتا ديت ويتاكد ان هي كويسه قبل ما يستخدمها في اي خطوه تانية. وبعد ما يتاكد ان الداتا منظمه وان هو يقدر يستخدمها بيقوم بالمرحله الثانيه واللي هي الداتا اناليسيس، او اللي هي تحليل البيانات. ليه بيحلل البيانات؟ عشان خاطر يعرف التارجت بتاعه فين، والتارجت دوت بيبقى عليه عامل كبير جدا في ان هو ممكن يعلي الارباح او ممكن يقلل الارباح، فعشان كده لازم يعمل تحليل للداتا او داتا اناليسيس عشان يعرف التارجت بتاعه. على سبيل المثال في الشتاء الطلب على الجواكت بيبقى كتير جدا مقارنه بالصيف، ودوت من ضمن الاسباب اللي بيخليه يعمل تحليل للداتا او يعمل داتا اناليسيس عشان يعرف الطلب اللي على المنتج دوت هل هو طلب دائم ولا هل هو طلب مبني على موسم معين. واخر حاجه بيعملها الداتا ساينتست ان هو بياخد المعلومات والداتا اللي هو طلعها يبدا يمرن الماشين عليها او يبدا يمرن الجهاز عليها، ومن هنا الجهاز يقدر ان هو يتوقع ايه اللي هيحصل في المستقبل. اما بالنسبه للداتا اناليست اللي هو محلل البيانات بيقوم بنفس المهام اللي بيقوم بيها الداتا ساينتست، زي تجميع او تنظيم او تحليل الداتا، بس الفرق ان الداتا اناليست بيعتمد اكتر على التقارير في الاخر. ايه هي المؤهلات المطلوبه عشان تقدر انت تشتغل في مجال الداتا ساينس؟ بنسبه كبيره بيطلب ان انت يكون معاك ماجستير او دكتوراه في مجال الاحصاء او الرياضيات او الكمبيوتر ساينس، او البديل لدوت ان انت يكون عندك اكسبيرينس كافيه في مجال الداتا اناليسيس. اما بالنسبه للمؤهلات المطلوبه عشان تقدر تشتغل في مجال الداتا اناليسيس ان انت يكون معاك بكالوريوس او ماجستير في مجال زي الرياضه، الاحصاء او الكمبيوتر ساينس، او عندك اكسبيرينس كافيه في مجال الداتا. زي ما احنا شايفين مفيش فرق كبير ما بينهم، بس البوزيشن بتاع الداتا ساينس اعلى وشويه مقارنه بالبوزيشن بتاع الداتا اناليسيس، وعشان كده ده من ضمن الاسباب ان هم بيطلبوا ان انت يكون معاك اقل حاجه ماجستير عشان تعرف تشتغل في مجال الداتا ساينس. فعشان كده الناس اللي بيبقوا عايزين يدخلوا مجال الداتا ساينس بيبداوا الاول في مجال الداتا اناليسيس، وبعد كده بيحولوا بسهوله ان هم يخشوا مجال الداتا ساينس. طب هل كل الناس اللي بيدخلوا مجال الداتا اناليسيس بيحولوا يخشوا مجال الداتا ساينس؟ لا خالص، ده مجال وده مجال تاني خالص، فمش شرط يعني. انا بس في حاجه عايز اكد عليها في موضوع الشهاده، ان كل بلد بتفرق عن البلد التانية، بس اكيد هنا في امريكا لو انت عايز تدخل مجال الداتا ساينس اقل حاجه لازم ان انت يكون معاك ماجستير. تالت حاجه هتكلم عن السكيلز او عن المهارات المطلوبه. بالنسبه للمهارات او السكيلز المطلوبه عشان تعرف تدخل مجال الداتا ساينس: 1 سيكوال، 2 بايثون او ار، 3 مايكروسوفت باور بي اي. اما بالنسبه لمجال الداتا اناليسيس اول حاجه محتاجها سيكوال، ثاني حاجه محتاجها اكسل، ثالث حاجه باور بي اي، رابع حاجه والاخيره هي بايثون. طيب ايه هو السيكوال؟ في ناس بيقولوا عليها سيكوال وفي ناس بيقولوا عليها اس كيو ال. هي اختصار لحاجه اسمها structure query language. طيب بنستخدمها في ايه او ايه هي عباره عن لغه برمجه بس بيبقى ليها علاقه ببرمجه الداتابيز او قاعده البيانات بتاعه الشركه. اما بالنسبه لبايثون وار، فبايثون هي لغه برمجه ناس كتير جدا بيستخدموها وعارفينها، بس انت لما بتستخدمها في مجال الداتا. وار هي لغه برمجه برضو بس مختصه بمجال الداتا في العموم، سواء داتا ساينس او داتا اناليسيس. واخر حاجه وهي مايكروسوفت باور بي اي، وهي عباره عن فيجواليزيشن تول، هي جزء من مايكروسوفت بتستخدمها عشان تعمل بيها مثلا ريبورتات او تعمل داشبوردز، يعني اغلبيتها بتستخدمها لمجال التقارير او مجال الداتا اناليسيس. رابع حاجه هنتكلم عنها وهي السالري اللي هو المرتبات. المبتدئ في مجال الداتا ساينس بيعمل من 60 ل 90 الف دولار في السنه، المتوسط بيعمل من 90 ل 130، والادفانس او اللي هو عنده خبره كتيره بيعمل من 130 ل 200 الف دولار في السنه. اما بالنسبه لمجال الداتا اناليست المبتدئين بيعملوا من 50 ل 70 الف دولار في السنه، المتوسط من 70 ل 90 الف دولار في السنه، الادفانس او اللي هو عنده اكسبيرينس كويسه من 90 ل 120 الف دولار في السنه. كده يبقى احنا اتكلمنا عن كل حاجه ليها علاقه بالداتا ساينس والداتا اناليست.
اخر حاجه عايز اتكلم عليها، وهي ان الخلاصه بتاعت الموضوع ده كله ان انت عشان تدخل مجال الداتا ساينس او الداتا اناليست لازم تبقى فاهم داتا كويس، او فاهم يعني ايه قاعده بيانات. ودي كده تبقى نهايه الفيديو. شكرا جدا، وان شاء الله اشوفكم في فيديو تاني قريب.